السلام عليكم الغزالات. غادي تقولي لي هاد الساشي ديال الزهر واش غيدير لنا في هاد البسطيله؟ بقاي معايا حتى الاخير ديال الفيديو، سجلي الفيديو لو بارطاج لو ماكسيموم القليب ولي كومونتير. البنات واحد لاستيوس اللي كنديرها انا، وكيف ما كتعرفوا دائما كنشارك معكم اي حاجه اللي غادي تفيدكم، اي حاجه اللي كنستعملها انايا، واخا هي كيف ما كيقولوا بعض الناس ونسطر عليها بانها سر المهنه. انا ما عنديش سر المهنه، انا عندي اي حاجه كنعرفها كنبارطاجيها مع الحباب ديالي ومع الصحاب ديالي، هكا باش تعمل فائده. باش تدعموني بنات سجلوا الفيديو عندكم، لي بارطاج الماكسيموم القليب، لي كومونتير، واي حاجه بغيتوني ننزلوها ننزلها لكم، او لا بغيتو تعرفوها ولا بغيتو نشاركها معكم خلوها لي في لي كومونتير. هذا الفيديو البنات غادي نوريكم واحد لاستيش اللي كنديرها انا واللي فريمون كتعطيكم واحد النتيجه خطيره البنات، واحد التعليكه للدغميره، واحد المذاق، كتمشي لك ريحه البصله، كيمشي لك كل شيء منها. هنا البنات عندي 3 ديال الدجاجات اللي هما كبار، راه الوحده فيهم تقريبا فيها 3 كيلو، وهنايا عندي معهم بصله، هذه هنايا البسطيله ديال الدجاج. بعد ما كيطيب لي الدجاج وكيدخلوا الطياب وكنشوفوا بان البصله هبطات، كنضيفوا 3 ديال لي ساشي نتاع الزهر، 3 أو 4 على حسب الكميه اللي عندك. هنايا انا وضفت 4، الواحد الاول هو اللي وريته لكم في الفيديو، والثالثين ضفتهم دابا البنات. المهم 4 ديال لي ساشي نتاع الزهر اللي كتضيفيهم البصله ديالك في هذه الوقيته قبل ما كتقلعي الدجاج، كتخلي الدجاج تيقرب يطيب وكتضيفي له هاد 3 أو 4 ديال لي ساشي اللي بغيتي على حسب الكميه اللي عندك. كانت عندك غير دجاجه واحده كتضيفي غير ساشي واحد، كتضيفيه للدغميره ديالك البنات. صدقوني البنات واحد التعليكه كتجي في البسطيله خطيره، واحد التعليكه غتجيك في الدغميره ديالك خطيره، المذاق كيجي رائع، ما كتبقى لكش نهائيا ديك الريحه ديال البصله المجهده، ما كتبقى لكش نهائيا ديك الزفره ديال الدجاج. راه صدقوني اي حاجه كنعطيها لكم باش كتخدموا بها، ما كنعطيكمش الحاجه باش تسيو فيها وتردوا عليا، لا، انا عارفه بان اي حاجه غادي ديروها الا رديتوا عليا غادي تردوا عليا بان فريمون عجباتكم وصدقات لكم، ماشي نعطيكم الحاجه اللي غادي تدعيو عليا ولا تقولوا مشينا ضيعنا المقادير ديالنا وما جاتناش ديك الحاجه مزيانه. البنات المهم ديالكم انكم تبارطاجيو الفيديو، تسجلوا عندكم باش يبقى لكم، وهذه الفكره راه غتنفعكم بزاف. الا كنتي كتعرفيها كنقول لك راه كديري حاجه زوينه، ما كنتيش تعرفيها انا اليوم شاركتها معكم. بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو يخدموا على راسهم بالنسبه للبسطيله، راه والله العظيم الا حاجه اللي غادي تنفعكم بزاف، ولا جربتيها غادي ترحمي. راه ما كنهضر لكمش غير على التعليكه البنات، كنهضر لكم حتى على المذاق، راه المذاق ديالها كيجي خطير والله العظيم، راه كتجي حاجه طوب، ما كتشمي ريحه البصله، ما كتشمي ريحه البيض، ما كتشميش حتى ريحه الدجاج، ما كتبقاش ديك الزفره، كتبقى واحد اللذه خطيره في هاد البسطيله البنات وهاد الدغميره. يلا ما تنساونيش عافاكم بالبارطاج ديال الفيديو، القليبات، لي كومونتير، واي حاجه بغيتوني ننزلها لكم خلوها لي في لي كومونتير، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.